الكيد والنيل مني، وانا سيدي بينت لك في التحقيق يعني ساوموني اما تصير شاهد او ندبر لك قضيه، وقلت لها شهادتك بالدفاع الشعبي، ساوموني لو تصير شاهد لو ندبر لك قضيه، ودبروا لي قضيه يا سيدي. فانا اريد حمايتك وحمايه القانون. يعني انا لو اصير شاهد وقلت لهم انا قاضي شنو ما عندي شهاده، يقول لا انت وافق واحنا نرتب الشهاده. فسيدي تقبل انت ان اكون شاهد زور؟ نعم. فانا اريد الحمايه منك ومن الله بما يرضي القضيه. فانا سيدي يعني اضبار القضيه ارجو تعاوني عليها، تبحثون عنها، هي دليلي للبراءه. اضبار القضيه سيدي هي دليلي للبراءه. فليش تخفى الاضبار؟ لا اسالك في السؤال يعني على ما تتذكر يوم إحالة أوراق قضية الدجيل إلك بين يوم الوصول الأوراق أو تسجيل الإضبار عندكم كأوراق خاصة بالمحكمة وإعطاء رقم الدعوة وبين صدور الحكم في الدعوة ايش قد كانت؟ 16 يوم سيد. 16 يوم. نعم. وبينت لسيادتك 16 يعني من يوم تسجيل لدى المحكمة. نعم. ومن يوم صدور الحكم. نعم. عدد المتهمين ايش قد كانوا؟ 148. على ما تتذكر عدد صفحات الأوراق ايش قد كانت؟ والله سيدي يعني احنا طبعا كل متهم ندون اقواله يعني صفحه لا مو من 3 4 يعني على قدر يعني مو اقل من 300 400 صفحه مو قد يكون. نعم. انتم يعني لكم خلال 3 ايام يعني 16 انت والمدعي العام والاعضائيه والمحامي اطلعتوا على هذه الاوراق خلال 3 ايام وكونتوا راي 16 يوم مو 6 ايام شيء 16 يوم. اذا 16 يوم يعني. فسيدي وضحت سيادتك كنا نبدا من الساعه 9 صباحا وما نخرج من المرافعه الا منتصف الليل. سيدي احنا كنا بحرب. انتوا يوميا كم دعوه كنتوا تشوفوها؟ احنا سيدي حسب طبيعه الدعوه، اكو مرات 3 4 دعاوي 6 دعاوي اذا كان يوميا 6 دعوة سيدي مو حسب طبيعتها. اكو عندنا دعاوي متهم واحد مقتلس قميص من دائره، فهذا يعني مرافعته ما تطولها يعني موضوع بسيط وش اسمه تطول ساعه ساعتين. فاحنا يا سيدي كنا بحرب وكانت الموضوع اللي محال وإذا الحرب يعني حرب شنو علاقته بأوضاع الموضوع اللي موضوع الدجيل مرتبط بالحرب. مو حرب على المحكمة، حرب ما وراء الحدود. سيدي أنا أحكي بضمير مفتوح، أحكي مو إذا يعني ألفق أو لا سيدي الموضوع ما الدجيل مرتبط بالحرب. هم يعترفون يقول إحنا سويناها لقلب نظام الحكم لاحتلال الجيش الإيراني للعراق، وإيران أول من ذاعت الخبر إذاعة إيران قبل ما يعلن في العراق. فسيدي أرجو ومن سقطت بغداد اجوا قسم من المتهمين وقالوا احنا نعم اشتركنا وش اسمه واحنا بتوجيه من الثوره الاسلاميه. فسيدي اللي ارجو ان تنظر يعني لي بذاك الطرف لموضوع المحكمه بذاك الطرف. فلما تقول لي 16 يوم لان كانت القضيه مرتبطه بالحرب وكان المقصود هو القائد العام للقوات المسلحه وقتله يعني معناها انهيار الجيش ومن ثم احتلال العراق. انت بالنسبه لعضوي المحكمه الاخرين اللي وياك كانوا بهالقضيه نعم تتذكر اسمهم؟ موجودين امامك سيدي. انت ذكرهم امام المحكمه. واحد طارق وواحد داود اسمه. داود وطارق. طارق. والمدعي العام اسمه هشام. هاشم وهشام. هاشم. اي عندك شيء استمر. كلهم سيدي حقوقيين و ما يخالف يعني انت ملك بهم استمر بموضوعك. سيدي انا ما عندي غير نقطة أخيرة. هو نعم. النقطة الأخيرة اللي ودي أوضحها لسيادتك. أنا قاضي ورئيس محكمة وصدرت قرار بموجب القانون. المحكمة قانونية ومشكلة وفق القانون. مارست دوري كقاضي وكرئيس محكمة ما يرضي الله وضميري. نعم. وكلت محامي المتهمين وأنطيت المتهمين المجال للدفاع عن انفسهم. المتهمين جميعا حضروا أمامي ودخلوا في قاعة المحكمة مثل ما وضحت لك اللي كان بقفص الاتهام والباقين وقفوا
بجانب قفص الاتهام لأن كان عددا كبير. ودققت الموضوع واعترفوا المتهمين أمامي وصدرت قرار بما يرضي الله وتنبيه. نعم. فأنا سيدي أرجو من سيادتك ومن أخوة أعضاء هيئة المحكمة أن يصدروا قرار بما يرضي الله وتنبيه. أنا يعني كقاضي عندما يصدر قرار وفق القانون هل يحاسب يا سيادة الرئيس؟ فاللي أرجوه يعني هل قرار الحكم عندما يكتب الدرجة القطعية يعتبر إن شاء الله اطمئن، احنا نحقق العدالة ونطبق القانون إن شاء الله. والموضوع سيدي أنا تسألني عنه صار له 25 سنة، فما عندي كل الصورة الواضحة عن بس أنا اللي أرجوه وأكر طلبي أن تجلب إضباط القضية. إضباط القضية. قضية سيدي جنبها يحميني ويخلي المحكمة بالصورة وتحكم بالعدل. أما الإضبارة ما موجودة سيدي وتقدم عليه وثائق لا تعرف مصادرها وهم نفسهم الشهود، والسيد المدعي العام قال قسم من المصادر هي جمعيات غير حكومية. فالجمعيات الحكومية سيدي الآن هي كلها معادية لنظام الحكم السابق، فهل يعني تقدم دليل لصالح المتهم؟ فأرجو أن سيدي أن كونك إنسان عراقي وقاضي ومسؤول عني وأنا أمانة بالله أنت تحكم بما يرضى الله وضميره، وهذا ما نريد غير هذا. شكرا سيدي. إن شاء الله. السيد مدعي العام عندكم خولت مدعي العام مناقشة المتهم. تفضل. شكرا. يا أنت قد مكانك وجاوب على أسئلة السيد المدعي العام. السيد رئيس وأعضاء هيئة المحكمة، السلام عليكم. شكرا لإتاحة الفرصة للسماح لي بمناقشة المتهم. أنا عندي سؤال للمتهم إذا تسمح للمحكمة. أي بدي اسمع يا ابني. أي هل كان بالنسبة لقرارات المحكمة للسلامة الوطنية أو الدائرة القانونية حق نقض القرار أم هي دائرة استشارية فقط؟ سمعت السؤال يا ابني؟ نعم ممكن أجاوب؟ أي سيدي إلها يعني دائرة طعن لو دائرة استشارية. سيدي هي لها حق يعني حق النقض. نعم هي مو هي نفسها تعرض على رئيس الجمهورية وصلاحية رئيس الجمهورية بنقض القرار أو إعادة المحاكمة أو يعني هي تعرض يعني من ندز الإضبارة مع قرار الحكم إلى يعني دائرة قضائية مو دائرة قانونية. دائرة قانونية هو دائرة قانونية هي اسمها سيدي السلامة قانونية معناتها مثل ما تفضل سيدنا عام استشارية. هو سيدي يعني موضح لك يعني من دز الإضبارة للسلامة الوطنية إذا كان القرار موافق للقانون تعرض على رئيس الجمهورية المصادقة، إذا كان ما موافق للقانون تعرض على الجمهورية وتطلب نقضه، تطلب تخفيض الحكم، تطلب إعادة المحاكمة، ورئيس الجمهورية وفق صلاحياته يعيد القضية النبي سواء يعفو عن المتهم. يعني من صلاحية رئيس الجمهورية لو من صلاحية رئيس الدائرة القانونية هذه؟ لا توضح لنا يعني. نعم رئيس الجمهورية بس بمشورة من دائرة قانونية. إذن هي الدائرة استشارية وليست لها صلاحية النقض. كذلك هل يحق لذوي المتهم نفسه أن يطلب نقض القرار؟ طلب؟ نعم أن يطعن بالقرار المتهم نفسه. سيدي احنا جاوب. نعم احنا ندز وجوبا الإضبارة مع قرار الحكم للمحكمة من حق أهل المتهم، يعني مو المتهم أنا ما أدري المتهم بس أدري من حق أهل المتهم أن يقدمون شكوى لرئيس الجمهورية يطلبون نقض القرار لأنه كونه ظالم وكثير ما تقدم طلبات، وسيد رئيس الجمهورية مرات يعفي المتهم يعني يعفيه من عقوبة بالمطلق. السيد رئيس المحكمة نعم كل هذا قانون نعم وليس داعي إلى التفسير. قانون المحكمة قراراتها باتة ولا يجوز الطعن بها، ولكن تعرض على اللجنة شؤون السلامة الوطنية وهي لجنة استشارية وليست قضائية للطعن في القرار، واللجنة الاستشارية تبين رأيها أمام رئيس الجمهورية والصلاحية لرئيس الجمهورية في حالة الإعفاء أو التصديق في الحكم.
سيدي هل هذا بالنسبة للدائرة القانونية. اسمح لي سيدي، هل أنا مسؤول عن هالموضوع هذا؟ نعم. هل رئيس المحكمة مسؤول عن موضوع لا احنا فقط لا هذا توضيح عام يعني توضيح عام يعني انه قرارات المحكمة قطعية، لا تحسبها موجهة اليك شخصيا. احنا نبين دائرة السلام الوطنية هي استشارية وليس جهة تمييزية. سؤال للمتهم، عندما انحالت القضية امام محكمته هل تم احضار المتهمين امامه في يوم الجلسة او في جلسات المتهمين في هذه القضية في قضية الدجيل؟ نعم سيدي، احضر جميع المتهمين في الجلسة والجلسات اللاحقة الى حين تلاوة قرار الحكم، وحضوريا تتلي قرار الحكم بحضور المتهمين. انا اود ان اذكر المحكمة لو سمحت. نعم. اضافة الى الوثائق. استريح. اضافة الى الوثائق التي تم عرضها، هناك وثيقة تم عرضها امام محكمتكم الموقرة من لجنة شكلت بموجب امر اداري في داخل المخابرات برقم 560 بتاريخ 9/2/87 يطلبون حول سبق عرضتوها لو نعم عرضت. تم عرضها، واذا رأت المحكمة ان نقدم لها نسخة فالهيئة الادارة العام مستعد لتقديمها، ولكن نقدمها في اي جلسة ترتئي المحكمة، ولكن مثبت فيها حرفيا هناك فقرتين فيها. الفقرة الثالثة يقول اتخذ قرار بإحالة 148 شخصا الى محكمة الثورة والحكم عليهم بالاعدام، وتمت المصادقة على القرار. الفقرة الثالثة، وارجو من المحكمة ان تنتبه الى الفقرة الثالثة، كان من ضمن المدانين والذين صدرت حكم الاعدام ضدهم 46 شخص من الذين تمت تصفيتهم او ماتوا في التحقيق. اعيد هذه الفقرة لو سمحت لي. 46 كان من ضمن المدانين الذين صدرت حكم، انا النص الحرفي خاف اللغوي بس انا راح اقرا النص الحرفي. كان من ضمن المدانين والذين صدرت حكم الاعدام ضدهم 46 شخص من الذين تمت تصفيتهم او ماتوا في التحقيق. اذا ذولا تمت تصفيتهم اثناء التحقيق او ماتوا في التحقيق قسم من عندهم، وتمت احالة اسمائهم الى محكمة الثورة، لان هم 148. يقول قسم من ذول 148 الذين صدر حكم الاعدام بحقهم تمت تصفيتهم اثناء التحقيق، فقط اسمائهم راحت. هاي اضافة الى الوثائق الاخرى اللي عرضناها عليكم، اكثر من وثيقة لا تحضرني الان ارقامها وتسلسلها تؤيد هذا الكلام. فكيف تم احضار جميع المتهمين امام مع هذه الوثائق الرسمية؟ شكرا. تسمح لي سيدي رئيس المحكمة. سيدي انا اجبت على السؤال هذا. نعم. وضحت يعني بين حسين كامل هو رئيس اللجنة. حسين كامل سوى تقرير بال87. قرار الحكم صار حسين كامل استاذ، هذا القرار هذا كتاب لجنة. اللجنة مال حسين كامل. لا سيدي خاف يروح خطأ، بس اريد ابين للمتهم خاف يعني يروح فيها خطأ. يا سنة هذه 87 اللجنة سيدي المخابرات في 87 كان فاضل البراك رئيس المخابرات. حسين كمال يعني حسين كامل شنو كان يعني؟ حسين كامل كان عقيد ما يخالف عقيد يعني، ويعني علاقته بمحكمة الثورة علاقة وظيفية. لا ما له علاقة، بس شكل لجنة رئيس الجمهورية برئاسة حسين كامل لتدقيق موضوع برئاسته. سيدي موضوع هو شنو الموضوع؟ موضوع 2 لم ينفذ فيهم الحكم، يعني صدر الحكم عليهم بالإعدام لم ينفذ الحكم سهوا، ومثل ما وضحوا البارحة المتهمين الآخرين نفذ بآخرين خطأ، فصار المطالبة بتشكيل لجنة ليش هاي صار؟ فهذا الموضوع دخل على الخط، موضوع الفقرة اللي يقولها فاضل البراك كان على عداء شخصي مع برزان التكريتي، وهذا شيء معروف يعني بيناتهم،
فهو كان يعني المقصود برزان التكريتي. سيدي أنا اللجنة هل جتني يعني حضرة المحكمة هل لا يعني أنت على ضوء كلامك القضية يعني كانت محالة إلى المخابرات مو إلى الأمن العام. لا هي جتنا من المخابرات. من المخابرات بس المخابرات بال84 صار فاضل البراك هو رئيس المخابرات، فقد يكون نقلت من الأمن إلى المخابرات عندما نقل فاضل البراك من مدير الأمن عام إلى مدير المخابرات. فسيدي أنا يعني هل اللجنة كانت حاضر المرافعة؟ هل أنا سئلت؟ يعني أنا رئيس محكمة عندما يقول محكمة ثورية أوضح بها للمتهم ليس لحسين كامل علاقة بها إطلاقا. أعدد للأعضاء ربما يعرفهم: محمد عبد الحسين عضو، جاسم حمادي موظف تحقيق، ثامر محمد راء قاف الإدارة، ما أعرف راء قاف الإدارة رئيس قسم الإدارة، عضو صالح خلف راء أمن الموقف، رئيس اللجنة. ليس له ذيك كتاب آخر وثيقة أخرى مع الحسين كامل تؤيد ما ورد بهذه اللجنة. هذه اللجنة ليس لحسين كامل علاقة بها إطلاقا، وإنما موظفين من ضمن المخابرات شكلت بأمر من ديوان الرئاسة، وتم انتخاب هؤلاء الأعضاء من المخابرات وأدلوا بهذه المعلومات. ليس بالنسبة للمعدومين الخطأ، وسوى ما قرأته لكم، ولو اطلعت المحكمة على الأضبار اللي موجودة في محكمتكم أو أنا مستعد لإبرازها أمام محكمتكم الموقرة لاطلعت على هذين مربوط بالإضبار. فليس له علاقة. حسين كامل أيد ما ورد بهذه اللجنة، وكثير من الكتب اللي عرضناها أمام محكمتكم تؤيد هذا الشيء. شكرا جزيلا. سيدي اسمح لي، أنا يعني أحيل القضية علي من قبل قاضي المخابرات. هم المخابرات يعني إذا كان هالشكل عندهم رأي ليش يحيلون القضية ومصدق على أقوال المتهمين قاضي المخابرات؟ ثم راحت للسلامة الوطنية، والسلامة الوطنية أو الدائرة القانونية بالرئاسة حالتها إلي وبيها اعترافات المتهمين وضبارة 361 صفحة. فليش يعني هم يقولون هالشكل وهم حالين؟ يعني ليش حالوا هذا كان هم يعني ليش ما حالوا فقط 96 إذا كان هم مصفينهم بالتحقيق؟ فسيدي هذا مو دليل على أن هناك قصد. سيدي هذا بال87 بعد 4 سنوات من القضية. زين سيدي سؤال آخر لو سمحت. نعم. المحكمة إضافة لهذه الوثائق بالنسبة للشخصين الذين تم العفو عنهم عن حكم الإعدام، لقد تمت مناقشة هذا الموضوع أمام محكمتكم الموقرة في الجلسات السابقة، ويخص المتهم بالذات. يعني هسه أحب بما أن إعادة بعض الحقائق أود أن أطرح عليها السؤال هذا. من خلال الوثائق اللي تم عرضها على محكمتكم الموقرة هناك شخصين، الحتو وشخص آخر لا أتخطره في اسم الوثيقة، علي حبيب جعفر. شكرا. تم إرسالهم إلى معسكر ليا في الإرسالية الثانية، لأن المرسلين إلى معسكر ليا ليس دفعة واحدة وإنما عدة الإرساليات، فقد ورد اسميهما في الإرسالية الثانية إلى معسكر ليا، أي قبل تشكيل المحكمة وقبل أحالة القضية إلى محكمة الثورة، وبقوا في صحراء ليا وتم تشكيل المحكمة وأحيل اسميهما إلى محكمة الثورة وتمت محاكمتهما وهما في الصحراء، وقد حضر أمام محكمتكم الموقرة وتم توجيه سؤال له: هل حضرت إلى المحكمة أو تمت إحضارك إلى المحكمة؟ أجاب بالنفي، أي أنه في الصحراء تمت محاكمته وإصدار الحكم عليه وتم تنفيذ حكم الإعدام عليه وهو في الصحراء لا يعلم شيء. وهذا ما مثبت في الوثائق، أي ورد في وثيقة بأنه تمت المحاكمة على الورق، أي بين قوسين كاتب محكمة صورية بدون مرافعة، يعني كاتب بدون مرافعة بالنص الحرفي بدون مرافعة. وهذا ما أيده الشهود الذين حضروا أمامكم اللي صدر عليهم على أساس عفو، لأنه لم ينفذ، لأنهم بالصحراء لا يعلمون شيء، لا يعلمون أنهم بالإعدام محكومين، لا يعلمون تم تنفيذ الحكم عليهم. وعندما صدر العفو بإخراجهم من المعسكر عادوا إلى وظائفهم، لذلك اكتشفوا من طلبوا تقديم أنهم يعيدون إلى وظائفهم، طابقوا الأسماء، يعني أسماءهم حكم الإعدام وتم تنفيذ حكم الإعدام بها.
المخابرات خاطبت إلى أن وصل القرار إلى إعفائهم كما بين. ذولا شو تقول عنهم؟ ذولا حسين كامل أنه ضد برزان. الشهود اللي اجوا نفسهم اللي صادر عليهم حكم الإعدام قالوا احنا ما حضرنا إلى المحكمة. الوثائق مزورة، الشهود مزورة، الهويات الأحوال المدنية مزورة، الكتب الحديثة مزورة اللي تجي تأييد لهذه الوثائق. ما نعلم ما هو الصحيح. يطعنون بالشهادة بالوثائق القديمة وبالوثائق الحديثة حاليا اللي تصدر. تسمح لي سيدي اسمع كمان. خليه يجاوب. سيدي، هل يعني تقبل شهادة المتهم أو المدان على القاضي اللي يصدر قرار الحكم عليه؟ يعني هل هناك يعني أنا أحكم شخص بالإعدام ويجي شاهد علي يقول أنا ما حضرت المحكمة يا سيدي؟ فأرجو سيدي أن تنظرون لي بعين الوجدان نشوف احنا أمام مناقشة قضائية. المحكمة تريد تتوصل إلى الحقيقة وإلى حسن تطبيق العدالة. أنا سيدي تحموني من الظلم. احنا أمام مناقشة قضائية. تحموني من الظلم، يعني أنا يعني أصدر قرار الحكم بموجب القانون، يجي المداني يقول علي يا سيدي، يعني أرجو أن أنت هو هل أنا الصيغة مو عليك كشخص. الصيغة احنا نحاكم مؤسسة مو شخص. نعم. سيدي ثانيا يعني كونه معسكر ليا، يعني هل معسكر ليا خارج العراق هو أحد المعتقلات في داخل العراق؟ على كل حال ممكن يجيبونه من ليا أو يجيبونه من أي مكان. ما هو أنت مو شرط تجي يعني يجاوب على كل كلمة. أنت شنو علاقته مع معسكر ليا إذا جاب اسم معسكر ليا أو معسكر ميت؟ سيدي مو يقول لي هو يعني ليش عادي؟ مو سيدي هو جاي يقول معسكر ليا شلون؟ ما يخالف، هو أحد المعسكرات لا لي ولا غيرها. والله سيدي أحد المعسكرات شخص بي جاي بأحد البيوت، أحد الأقضية، إحدى النواحي. يعني سيدي هذه يعني أنا أشوف السابقة يعني ما لها مثيل. يعني أنا قاضي على كل حال قاضي يعني ما يخالف. أنت ما يعني مو قاضي على أنا ما أريد إلا أن تكون بالصورة. يعني اسمع أنت أول شيء يعني شوية على كيفك، ومو شرط على كل كلمة على كل توضيح يجاوب وبشكل يعني ظاهر عليك تعبان أو شيء. استريح مكانك. القضايا الموضوعية ترد عليها بشكل موضوعي، وعندك وكيلك هم ننطي فرصة للوكيل دا يناقش كل ما أثيرت في هذه الجلسة. أنا سيدي تعبان من الظلم. ما يخالف. أنا أريد أن تحميني من الظلم. المحكمة تقدر يعني تعبك يعني الشخصي. يعني المحكمة تقدر أنك تعبان حاليا، بس شوية على كيف. عندك وكيل راح ننطي له فرصة يجاوب على هالقضايا، واستريح. احنا نعطيك فرصة يعني حتى لا تظل واقف. أنا سيدي استريح. لو أرجو أن تفهمني، أنا مو تعبان خايف من شيء. أنا الله يشهد ما خاف إلا من الله ومن العدالة أريدها تطبق علي. إذا كنت أنا سويت شيء مو صحيح أنتم قضاة عادلين شاطر. أنا بس أنا شلون المدعي العام يقول الشاهد هو مدان أنا حاكم يصير شاهد علي؟ اسمع أنت الآن بيد المحكمة وتحت عدالة المحكمة. يعني نريد التوصل إلى حقيقة. يصير واحد من عندنا يجي يشهد عليك بعدين؟ ما يخالف. يعني يصير واحد من عندنا يجي يشهد عليك؟ طول بالك أنت، خذ راحتك هسه. نعم أستاذنا الكريم، سؤال إلى المتهم: هل اطلع على مواليد المحالين إلى محكمتهم في قضية الدجيل؟ على مواليدهم، أعمار المتهمين؟ وسبق أن سألنا بالشيء الآخر، بس خليه يجاوب. يعني هل أنت طلعت على شهادة جنسيتي وشفت مواليدي؟ لو سألتني ايش قد عمرك قلت لك عمري 63 سنة. نفس الشيء سألت المتهم ايش قد عمرك؟ قال لي هالقد وثبتت عمره. اي احنا سألناك على ظاهر الحال المتهم اللي يقول عمره هالقد. هو واذا كان عمره ما مطابق لظاهره. سبق لهذه المحكمة أن وجهت له سؤال وهو جاوب. آسف لو سمحت المحكمة. أستاذنا الكريم، اكو وثيقة خط ايده. قبل أسأل سؤال، لا توجه من أي دائرة؟ لا، بالنسبة هو يعني للمحكمة نفسها، هل اكو توجيهات
إذا هو محكمة مستقلة وما مرتبطة، أكو توجيهات من جهة معينة إلى المحكمة؟ توجيهات يعني مثل من السلطات اللي في الدولة، من أي جهة كانت في الدولة، أي هل يتم توجيه للمحكمة بهذا الشأن بأي شأن قانوني؟ في تطبيق أحكام المواد، في أمر مثلا بالحكم، أكو توجيهات تجي أو أوامر تصدر للمحكمة؟ أي سيدي أنا وضحت هاي النقطة لجنابك للمحكمة. أي قلت أن رئيس الجمهورية شخصيا أي يقول لي لا تظلم بريء. شنو؟ لا تظلم بريء. لا تظلم بريء. بريء. أي. وأن لا تأخذك بالحق لومة لائم. أي. وثبتتها أمام سيادتك زين. واللي كان يعني وبين سيادتك واللي أنا هم أكدتها، إذا كان عضو قيادة قطرية يخابرني على قضية لازم أخبر رئيس الجمهورية حتى يحاسب لتدخله بقضية المحكمة ويفصل ويحكم بالحبس 3 سنوات. أي. فيعني مو فقط يعني ممنوع، يعاقب اللي يمارسه. فما فوقي إلا الله والقانون. انطيك فرصة. لا أستاذ بس مداخلة بدون زحمة، بس جنابك هاي الوثيقة ما لها علاقة بقضية دجيل، فأرجو من هيئة المحكمة عدم عرضها. ماشي. أستاذنا الكريم بس أوضح سؤال. المحكمة راح تلاحظ وأنت هم تثبتها بالأخير. إذا رأت المحكمة أن تثبتها، وإن رأت المحكمة لا تثبتها سؤال. نعم أستاذ، سؤالي كان لو تسمح للمحكمة، أي. هل كانت هناك توجيهات أو أوامر إلى المحكمة تأتي؟ فأجاب أما بالنفي أو لا. لحد الآن ما عرفت هل هناك أوامر تأتي إلى المحكمة من الجهات العليا أو من الجهات السياسية؟ يعني أوامر محدد خلي يكون. هل يأتي أوامر من رئيس الجمهورية إلى من مجلس قيادة الثورة إلى المحكمة؟ أي الأوامر بخصوص مثلا طبقه هيك قانون، تفسير هيك قانون، أو حكم فلان بالإعدام، هل تأتي هذه الأوامر إلى المحكمة من الجهات؟ جاوبتك. اجا وجاوبت سيدي، أنا قلت لا تظلم بريء. جاوبت. لا تظلم بريء، لا تأخذك بالحق لومة لائم. هو يعني شو واللي يخابرني يتعاقب ينسجن 3 سنين. هو جاوب. نعم أستاذنا الكريم، هذه مو ليست أوامر، هذا القانون هو نفسه، وهو رئيس محكمة، والقانون يأمر وليس رئيس الدولة يأمر أو أي جهة أخرى. أي هو. القاضي يقول لله على الأرض وأمام قانون، والقانون هو العادل. زين. هذه مو أوامر. فلو تسمح المحكمة أن أقرأ هذه الوثيقة. اقرأ. السيد رئيس ديوان الرئاسة المحترم، تحية وتقدير. اتصل بي السيد قاضي السلامة الوطنية مستفسرا بشأن المادة الواجبة التطبيق في قضايا التهجم والإشاعات المعادية، وأود أن أطرح وجهة النظر التالية: إن الشخص الذي يستهدف مقام السيد الرئيس القائد حفظه الله في التهجم أو الإشاعة بقصد وسبق إصرار، يعني ذلك إنه يستهدف رمز الأمة وأملها، فهو عدو خطير للوطن والثورة ولكل العراقيين. وأرى أن تشكل لجنة للتحقيق بمثل هذه الحالات حصرا، على أن يمثل فيها الحزب والأمن والاستخبارات والمخابرات، تدقق في خلفيات المتهم وعائلته وأقاربه وموقفهم من الحزب والثورة وحربنا العادلة. فإذا كان كلام المتهم خبيث وجارح، ووجدت اللجنة أن هناك ما يشير إلى وجود خلفيات معادية له أو لعائلته وأقاربه، عليها أن توصي بأحالته وفق المادة 156 من قانون العقوبات، لأن فعله الإجرامي من شأنه أن يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدته وسلامة أراضيها، ويلتقي مع أفعال الأحزاب المعادية في النتيجة ويستحق الإعدام. أما إذا كان التهجم وأثناء السكر أو الانفعال ولم تكن الكلمات جارحة، وتأكدت اللجنة من عدم وجود
خلفيات معادية له ولعائلته، فتوصي بإحالته وفق المادة 225 قانون العقوبات التي حدها الأعلى السجن 7 سنوات، على أن تلتزم المحكمة بتطبيق الحد الأعلى للعقوبة. للتفضل بالاطلاع، وأرى أن هذا المقترح ينسجم مع توجيهات السيد الرئيس القائد حفظه الله في أسلوب تطبيق العدالة وإنزال العقاب المناسب للمسيء. أنا بس أسأل سؤال، كلنا نعرف التوقيع عواد أحمد البندر رئيس محكمة الثورة في 10/1/85. هي أنه القانون هو شخصي وليس له علاقة بخلفية العائلة. أنا مع احترامي لهيئة المحكمة أنه عائلتي فرضا، لو فرضنا جدلا أن هي معادية، أنا مو معادي. في أحد الجلسات والإنسان مرات تسبق الكلمة لسانه، سبقت مني الكلمة وبدون قصد. أنا مسؤول عن عائلتي، عائلتي هي غير مخلصة في ذلك الوقت للسلطة، وأنا مخلص، ولكن تفوهت بكلمة. ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن عائلتي هي معادية، أنا راح أصبح المتهم وأعدم مثل ما يقول. هي شخصية العقوبة. هذا هو التفسير وهذه هي التوجيهات. هذا توقيعك مو؟ نعم سيد تسمح لي. إيه؟ يعني أنا قلت لك هناك بحث لتدبير قضية علي وتهمة لإدانتي. إيه؟ ولا شنو علاقة هالموضوع هذا بقضية دجيل؟ فسيدي أنا المحققين هددوني لو أصير شاهد على صدام حسين، لو أصير متهم وتخيس بالسجن. شنو علاقتها هسه بالدعوة؟ مثل ما علاقة تجيب موضوع ما له علاقة بدجيل تجيبه، هذه علاقة سببية مباشرة. بس هذا المطالعة ما له علاقة بدجيل والمدة العام جاب. ما يخالف. يا سيدي موضوع أنا يعني هذا رأي غير ملزم. فأنا أبديت وجهة نظر، هاي اتركها لتقدير المحكمة. إيه أنا سيدي هل يعني أنا صدرت قرار؟ سألوني أنا مو أنا من نفسي متبرع، سألوني سؤال جاوبت على كذا سؤال ووجهة نظر. وكان قصدي أنا أحمي سيدي أحمي الإنسان اللي فقط يعني سكران وحكى له حكاية، أحمي الإنسان اللي متعارف وانفعال حكى حكاية، مو يروح مثل ما اللي عنده دافع وقصد جنائي. فهذا قصدي، يعني أنا كان يعني من مصلحة المتهم اللي ما له عداء مع النظام والشاجر أو سكران وحكى له حكاية. فاللي أرجو سيدي أن تأخذ دليل على أن الإدعاء العام يبحث عن أدلة مصطنعة. هو على الادعاء العام أن يبحث عن الأدلة، يوضح، يقدم. هاي من واجبات الادعاء العام. بس هل أنت بالنسبة إليك عليك الدفاع عن نفسك شخصيا عن طريق وكيلك، واترك التقدير الباقي للمحكمة. هو سيدي أنا لسه أرجو أن تكون المحكمة بالصورة، وأن تخلي الله بين عيونها والقانون أمام. تمام. شكرا جزيلا. شخصي عندكم الأول. رجع على الميكروفون حتى أسمعك. أحب أن أوجه بعض الأسئلة عن طريق المحكمة إلى المتهم عواد رئيس محكمة الثورة المنحلة. السؤال: عندما وردت قرارات الإحالة إلى المحكمة وصدر قرار من المحكمة بالإدانة والحكم، هل تم تلاوة منطوق هذه القرارات أمام الضحايا 148 شخص أمامهم وعلى مسامعهم ومرآهم؟ أي سؤال واضح. أولا أعترض على كلمة الضحايا وأرجو شطبها من كلمة الضحايا، يعني هم مدانين وليس ضحايا، وأرجو شطبها من سجلات المحكمة. ما يخالف. هاي هم اتركها للمحكمة، هاي من واجبات المحكمة. سيدي هو يعني جاي هو حر يعني أنت مثل ما أنت حر بالكلام. بس هل يصير يعني طعن يعني هو حر، بس المحكمة بالأخير تقدر
شطب العبارات، إبقائها، شلون مع هذه؟ إيه؟ الموضوع الآخر سيدي، نعم إيه؟ جميع المتهمين حضروا وتلي عليهم القرار حضوريا، نعم. وبحضور المحامي، وبلغوا بقرار الحكم الإدانة وقرار الحكم والإدانة. يعني تليت عليهم وجاهيا وحضوريا، وبلغوا في قاعة المحكمة في يوم تلاوة قرار الحكم الموجود في مثبت في قرار الحكم. يعني 148 واحد وشقد؟ نعم 108. نعم جميعا حضروا أمامي وأمام هيئة المحكمة وبلغوا وتلي عليهم قرار الحكم والإدانة. واحد كلهم سوى. لا سيدي احنا ندخل المتهمين سوى، يعني هم كانوا جوقة عليهم يعني احنا يعني هاي سياق المحكمة، واعتقد كل المحاكم الشكل عندما تقرأ قرار الحكم واحد وتقرأ على الكل. إيه؟ فجبناهم كلهم حتى قرأنا عليهم قرار الحكم مفهوم موجان وشفاه. مفهوم. سؤال آخر إذا عندك. السؤال بالنسبة أنا من المدعي بالمسؤولية المدنية. أي. وحضرتكم القانون تدور حيثما تدور المسؤولية الجنائية، فعلينا إثبات المسؤولية الجنائية حتى تثبت المسؤولية المدنية، هذا من ناحية. فالسؤال بالنسبة يقول المتهم إنه تلا هذه القرارات أمامهم 148 شخص في نفس اليوم، يعني كم جلسة استغرقت محاكمة 148 شخص بالإعدام وهو قرار خطير جدا؟ وكيف تسنى للمحكمة تدقيق الأوراق التحقيقية؟ وهنالك ادعى بأن أكو لجان تحقيقية، لجان العفو طبية عرض عليها الأشخاص الذين صغار يعني تقدر أعمارهم دون السن القانوني. وهل جوز القانون العقابي في المادة 74 منه أن يحاكم القاصر؟ وهل كان هنالك لا يوجد قرار العفو قانون رعاية القاصرين والأحداث؟ هو سبق وضح قلت 16 يوم مو؟ نعم 16 يوم. أي هو قال سبق 16 يوم. لما أحكم على قاصر حكمت على بالغين سن الرشد كلهم عمرهم أكثر من 20 سنة، ولما أحكم على قاصر وأطلب إضباط القضية لدحض أقوال المدعي بالحق الشخصي. هو عنده سؤال يعني مو سيدي مو هو يسأل يعني أنت تجاوبه، يعني سيدي مو أنت جاي تجاوبه بالشكل اللي يعني مو هو جاي يحكي بأسلوب واقعي يعني بأسلوب هو المفروض هو يطالب بالحق الشخصي الحق المدني وليس يطالب ما يخالف. هو وضح أنه إثبات يعني الحق الجنائي ما من حقه هو. على كل حال هاي هم تترك للمحكمة. عنده سؤال آخر. العفو. السؤال الآخر كانت في ذلك الوقت عندما كان يشكون حسب ادعائي بأن هنالك قصار يحالون إلى لجنة طبية، ألم توجد هنالك في ذلك الوقت سلطة قوية ودوائر أحوال مدنية تحتوي على سجلات ووثائق وبيانات؟ سمعت السؤال؟ سيدي يعني احنا العمر يعني خاصة عندنا العراقيين يعني مو دائما هو دقيقة. احنا كنا 1/7 يعني ولادتنا، يعني انا شخصيا 1/7 لان احنا ما سجلنا بالنفوس الا من صار عمري 10 سنين ودخلت المدرسة. فسيدي نفوسنا مو دقيقة، وكثير منا يصغر العمر حتى يخلص من العسكرية. لا يا بتشوف 1/7 قبل كان قبل 58 يعني اللي 1/7 يعني قصدي 1/7 على كل حال يعني على كل حال كثير من سيدي يعني يصغر عمره حتى يخلص من العسكرية. هم عندهم دفاتر نفوس. انت اللي يقصد انت حضرتك دقق الدفاتر. لا سيدي انا ادقق جسمه شهادة جنسيته. فاذا ما اقتنعت ادز اللجنة الطبية. اللجنة الطبية نعم حتى تأكد يعني منه يعني لان عندما اشك بان الوثيقة مو صحيحة. زين. سؤال آخر يا بعد عندك. العفو أستاذ، أحب أن أبين أن الوثيقة التي قدمها السيد الادعاء العام، الوثيقة التي يطلب فيها المتهم من ديوان الرئاسة إصدار لجان لمعاقبة من يسوب ويقذف ويتهجم، وتكون عقوبتها الأدنى 7 سنوات، ويحال أيضا حتى أقاربهم وعوائلهم. إنما هذه الوثيقة هي تحدد سلوكية رئيس محكمة الثورة المنحلة. وشكرا. هذا السؤال لأن خارج الموضوع وبالتهجم عليه. لا مو هاي الرسالة من عندك؟
أستاذ ما ذكر بالوثيقة، لا تسمح لي جنابك، ما ذكرت الوثيقة إحالة عوائد. المحكمة تلاحظ رسالة شخصية، الرسالة أي جواب على سؤال. المحكمة المحترمة، نحن وكلاء المدعين بالحق الشخصي، ولا يخفى على حضراتكم ما هي الطبيعة الموكلة لنا. أسئلتنا راح توجه بطريقة قانونية وعلى أنه رئيس محكمة تمت محاكمة موكليني أمامه. قرار تشكيل المحكمة ما أريد أعرض بالضبط أنه هاي المحكمة عسكرية ومدنية. يرجع قانون العقوبات ويقرأ قرار تشكيل المحكمة، موجود في قانون العقوبات العراق. يعني قرار قانون العقوبات العسكري لو قانون العقوبات المدني، البغدادي، قانون العقوبات البغدادي موجود قرار تشكيل المحكمة، فهو محامي يقرأ ويجاوب. يعني قرار مدني مو من ضمن قانون العقوبات العسكري. هو هل منح تشكيل المحكمة؟ نعم، هل منح رتبة عسكرية حتى ولو فخرية في حينها؟ وضح لك. أنا سيدي لم أشتغل بالجيش ولم أدعى للخدمة العسكرية أصلا، يعني حتى جندية، لأن تعرف سيادتك اللي خلص الكلية كان بوقتها بوقت ال 67 يعفى من الخدمة العسكرية، فحتى ما راح جندي. المحكمة كانت ضمن كتابا إذا غفلت محكمة التحقيق من هذا الإجراء فيكون واجبا على محكمة الجنايات بأن ترسل كتاب إلى الجهة المختصة وهي النفوس لغرض الاستناد على عمر الشخص الذي يحاكم أمامها. هذا الموضوع أيهما صح، قرار المحكمة لو يعني قرار محكمة؟ المحكمة لا يجوز أن تحكم من ذاتها وتحدد عمر هذا الشخص. عندنا وانت كنت حاضر، جهة المختصة، انت كنت حاضر المحكمة، انت